أنا تركت الجامعة رسميا، أعلن تركي للجامعة بعد تقريبا سنة ونص من الاجتهاد والاستثمار والوقت. قررت إني فعليا إن أترك الجامعة وما أنظر لخلفي، وراح أذكر السبب. أم، أنا عارف يا إمي إنه حيكون الفيديو بالنسبة لك نوع من الصدمة، لكن أنا إني أترك الجامعة وأترك الدراسة أفضل مليار مرة من إني أترك ديني. الدليل على كلامي في الفصل الثاني كان في عندي في الاختبار، صرت أنا أكتب أنا أصلي قرد، وحدد أي نوع من القرود، هومو سابينس سابينس، والتفصيل في القرود والفرق بين الشمبانزي وإنه لن أدخل في التفاصيل. لكن يا إمي اسمعيني، أنا أدرك تمام الإدراك إنه كان نفسك تشوفيني وأنا متخرج وأنا إنسان يعني متفوق في حياتي، وأنا كان حلمي بصراحة إني أصبح عالم نفسي كبير، وإني أخدم الناس وأخدم الأمة تاعتي، لكن مش على حساب الدين. الفردوس يا إمي تتطلب مني كثير من التضحيات، وربنا عز وجل مش رح يسألني أنت جبت شهادة هندسة ولا جبت شهادة طب ولا جبت شهادة علم نفس. ربنا رح يسألني عن عملي، والحمد لله. نقطة خطيرة جدا، أقسم لكم بالله العظيم، أقسم لكم بالله العظيم، أقسم لكم 1000 مرة، أقسم لكم بالله العظيم، إنه أنت بتيجي هنا تفتن عن دينك. أقسم لك بالله تيجي بتشوف أشياء، بتشوف واحد مع واحد، بتشوف أشياء. يعني الزنا هنا كله بزني، الكل بزني هنا. معلش أنا معصب، بس أنا كنت يعني على وشك إني أزني. كنت كل يوم بآجي بأبكي، بروح من التعب والألم لأني كنت أشوف بنات يعني بيفتنوك لو هم أقوى منك. مهما تكون انت هنا، لو انت مسلم تمام، انت وحيد هنا، حتى لو كان في مسلمين هم اقوى منك، والشبهات اقوى منك، والافكار الالحاديه اقوى مني ومنك. من اول ما جيت على الجامعه شفت لكم موقف، كان موقف بالنسبه لي كده صدمه، الصدمه الاولى بسموها. واحد ووحده كانوا هنا وكانوا داخلين في بعض. موقف